يا رب، يقول لي حاضر. وانا عملت ايه عشان يقول لي حاضر؟ هناك اقوام اذا رفعوا حواجبهم قضيت حوائجهم. في ناس ما بتتكلمش، وفي ناس بتجرب ما يقول يا رب خلصت. ورد عن الامام احمد بن حنبل رضوان الله عليه بكل فضل البصره، دخلت المسجد الكبير في البصره، اللهم حرر البصره كل بلاد المسلمين، اللهم بقول فلقيت الناس يوم صلوا الظهر البلد بحالها، المشايخ وعامه الناس، ويصلوا ويدعوا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. مفيش ميه، كله بيموت. ففي من السنه ان انا اصلي ركعتين ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يسقنا اثناء صلاه الاستسقاء. فلقيت الناس بتصلي وتدعي ربنا، كانوا يصلوا من الظهر لحد العصر، العصر قعدوا يصلوا من العصر لحد المغرب، المطر ما نزلش، قعدوا يصلوا من المغرب لحد العشاء، المطر ما نزلش، فقالوا لكم نيجوا بكره بقى. الكلام ده والامام احمد معاهم وبيصلي، وسبحان الله العظيم المطر ما نزلش. فقال لي انا غريب، نبات بقى في الجامعه، فبات في المسجد. بقول في اخر الليل لقيت عبد اسود الماء يقطر من لحيته ويضع خفه تحت ابطه ويضع خفه تحت ابطه، فنظر يمينا وشمالا اتاكد ان مفيش حد في المسجد. بيقول اراه ولكنه لا يراني. بيقول فاستقبل القبله وكبر وصلى ركعتين ورفع يده وقال اللهم لا تهلك بلادك بذنوب عبادك. وظل يدعو ويبكي ويقول اللهم لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، اللهم لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بقول هو يا دوبك نزل ايده وفتحت ابواب السماء كده. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ربنا يعني سبحان الله العظيم مش مهم انت مين ولا ابن مين ولا منصبك ايه. لا 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 لا، ما اشعث اكبر صوت غين لو اقسم على الله لا ورد. بقول ثم خرج فتبعته فدخل بيت، فرحت واخد شويه طين من الارض وعلمت البيت. وقلت الصبح بقى لما بروح اشوف البيت دي واشوف الراجل. بقول رحت الصبح دخلت البيت لقيت واحد قاعد وحواليه عبيد كتير وايمان كتير، فعرفت ان انا خاف، والبيت ده صاحب واحد كده بيبيع عريض. فنظرت كده قال له اخبر يا امام ماذا تريد؟ عندنا الامام وعندنا العبيد، ماذا تريد؟ بقول فبصيت فيهم كده ما لقيتهوش، فبقول له مفيش غير. قال له لا، قال لي عم، قال لي احنا مفيش حد تبعته مشوار وكده. قال له لا هم دول بس. قال له خلاص نبقى نعرف يوم تاني. قال له انت عايزه ومعاه فلوس وانا طول ان الامام احمد يدخل عليه. قال له خلاص نبقى نعرف يوم تاني. بقول وانا طالع بنبص كده لقيت اللي انا كنت بندور عليه قاعد في جنب كده في مشويه. فبقول له انت محفوظ؟ قال له لا ده منه فلا يصلح لشيء، سيبك منه ده ما ينفعش. اوعى تستجل بعبد من عباد الله على الارض، ما يمكن يكون ربنا سترها معنا عشان خاطره او عشان خاطرها. قال له انا عايز دواء. قال له ده ما ينفعكش يا امام، ده ما ينفعكش. قال له لا انا عايز دواء. قال له ده لا صحه ولا كان ولا مان، عندنا اللي احسن منه. قال له بس انا عايز دواء. فقال له تعال خد. بكام؟ قال له يا عم خد خلصنا منه. خلصنا منه؟ قال له لازم تاخد ثمنه. قال له لا مش عايز ثمن، ده لا محل ولا بيربط، احنا ما ينفعش في حاجه. قال له اذا كان عندك رخيص فهو عند الله ده، وده احنا كلنا تاني. اذا كان عندك رخيص
فانه عند الله غالي. قال له خلاص يا عم ما انت عايز تدفع حاجه. خد منه ثمن العبد وخده وراه. قال له يا امام انت اشتريتني؟ انا ليا رجاء بسيط. قال له قول. قال له لما الاذان يدن سيبني الصلاه. قال له انت فكرك ان انا شريك علشان كده قعدت عندي؟ قال له مش شارينا ليه؟ قال له انا شريك عشان انا اللي قعدت عندي. فزعل وقال له ما عهدناش الامام احمد يسخر من عباد الله وان كانوا عبيد. قال له لا والله ليست سخريه، انا فعلا شريك عشان كده. قال له برضه بتسخر مني؟ لما لقاه يا عيني خلاص وصلته المعلومه انه بيسخر منه، قال له ايه اللي انت عملته ده؟ ما حد يقول لك عقل. قال له عملت ايه؟ قال له عملت ايه؟ ده انت لما رفعت ايدك ده الناس بتصلي من الظهر للعشاء وانا معاهم. بقول لك بدل ما قال له يعني شفت بقى، بقول له انا كان زمان ما احنا عندنا ناس كده يقول لك لولا انا مش مشكله ده انا عملت وعملت واتصالاتي وسلطاتي. فقال له انت شفتني؟ قال له اه شفتك. فحزن حزن شديد، بدل ما يفرح خاف من الفتنه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فحزن حزن شديد وقال له طب تأذان الصلاه ركعتين؟ قال له قلت لك انا جاي لك عشان نرجع. بقول فوقف يصلي فتبعته فوجدته ساجد ويبكي وبيقول إلهي وسيدي ومولاي إن السر الذي بيني وبينك قد ظهر ولا أطيق حياة بعدما اشتهر. فحركت فوجدته فارغ الحياة. شفت بقى إحنا فين وبندعي الإسلام والناس دي فين؟ إحنا عايزين نجرب عشان نصلح اللي إحنا فيه من العالم اللي إحنا فيه دي. على فكرة